ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ وفي الحلقة بتاعتنا النهاردة احنا هنتكلم عن مسلسل حالة خاصة. المسلسل بتاعنا من بطولة طه دسوقي وهاجر السراج وحسن ابو الروس وغادة عادل. كمان احنا المسلسل بتاعنا من اخراج عبد العزيز النجار ومن تأليف مهاب طارق. المسلسل نفسه مكون من 10 حلقات وبيتعرض عبر منصة واتشت. وطبعا كالمعتاد علشان ما بحبش اطول عليكم فخلونا نبتدي في الحلقة، ولكن طبعا كالمعتاد ما تنسوش برضو لو الحلقة عجبتكم ان انتوا تبقوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وما تنسوش برضو تبقوا تفعلوا زرار الجرس. دلوقتي بقى يلا بينا نبتدي في الحلقة. حضرتك ممكن تجربيني، ممكن تديني قضية اشتغل عليها وهتشوفي هتلاقيني محامي شاطر. حضرتك بتكلم أماني النجار، أكبر محامية في مصر. بتحرق أي حد يجي في وشها. قصة المسلسل بتاعنا بتركز على نديم. نديم هو محامي شاب بيسعى للتعيين في مكتب أكبر وأهم محامية في مصر وهي أماني النجار، ولكن الموضوع ما بيكونش سهل قوي على نديم لأنه بيواجهه بعض التحديات، وده بسبب حاجتين. أول حاجة وهي إن نديم مش هو الوحيد اللي متقدم للوظيفة دي، وتاني حاجة وهي الحاجة اللي بتصعب أكتر شوية فرص نديم في إن هو يتقبل في الوظيفة دي، وهي كون نديم واحد بيعاني من التوحد. من أول الحاجات اللي عجبتني في المسلسل إن أجواءه كانت لطيفة بشكل مش طبيعي، والموضوع ده حصل لأكتر من سبب أو لتواجد أكتر من عنصر مع بعض، واللي بالتأكيد من ضمنهم أداء طه دسوقي. وبرضه من ضمن الحاجات اللي كانت بتساهم في الأجواء دي بشكل كبير جدا هي اختيارات الأغاني المتميزة، واللي كانت فعلا اختيارات رائعة. زود على كده كمان الموسيقى التصويرية الرائعة بتاعت المسلسل نفسه، وبرضه جزء كبير من خلق الجو اللطيف بتاع المسلسل دون كان واقع على اختيار المواقف اللي بتعدي بيها شخصية نديم. كل العناصر دي مجتمعة مع بعض بالإضافة لبعض العناصر التانية اللي ممكن أكون نسيت أذكرها دلوقتي، كانت بتساهم إن في أوقات كتيرة جدا في المسلسل إن إحنا نبقى عايشين في أجواء لطيفة. بعيدا بقى عن الأجواء اللطيفة بتاعة المسلسل بتاعنا ما فشلش في ولا مرة في إن هو يقدم لك أحداث أو مواقف تخليك تضحك فعلا. واللي عجبني في اللحظات دي وبالذات اللي متعلق منها بشخصية نديم إن طه دسوقي ما اضطرش في ولا مرة إن هو يكسر أداء الشخصية بتاعته علشان يعمل رياكشن يضحك أو يقول حاجة تكون كوميدية، بل بالعكس طه دسوقي كان متمسك بكل تفاصيل الشخصية طول الأوقات، وما كانش بيطلع براها لأي سبب من الأسباب، وكان دايما بيعرف إن هو يلاقي الطريقة أو الرياكشن أو الحركة اللي يعملها اللي تخليه عنده المقدرة إن هو يقدم مشهد كوميدي فعلا. والكوميديا اللي بتتقدم في المشهد اللي زي ده مثلا بتبقى كوميديا فعالة جدا من غير ما يضطر إن هو يتخلى عن طريقة أدائه للشخصية دي. من ساعة ما بدأنا الحلقات بتاعة المسلسل هتلاقي رياكشناته اللي كان متعود يعملها والطريقة اللي بيتعامل بيها هي بيضيف عليها حاجات ولكن ما كانش بيتناسى في ولا مرة الطريقة اللي كان بيقدم بيها الشخصية بتاعته علشان يقدم كوميديا، وده برضه شيء يستحق عليه كل الاحترام والتقدير. بس برضه مش عايزين ننسى ان قدر مش قليل خالص من الكوميديا كان مرمي على شخصية عز، او بمعنى اصح كان مرمي على كتاف حسن ابو الروس. وعايز اقول لكم ان على عكس رأي ناس كتير جدا في الشخصية دي، فانا بصراحة حبيت الشخصية جدا واستمتعت جدا بكل تفاصيلها وبالكوميديا اللي خرجت منها. كمان احنا المسلسل بتاعنا كان بيهتم جدا بالماضي بتاع شخصية نديم، وده من خلال تقديمه في بعض الفلاش باكس اللي في غالبية الأوقات كانت بتتقدم في بداية كل حلقة. وبصراحة أنا حبيت جدا الطريقة اللي اتقدمت بيها الفلاش باكس، وده لأن فيها تجديد شوية على المستوى البصري أو بمعنى أصح يعني طريقة العرض، وده برضو شيء بصراحة عجبني جدا. بس عايزكم بشكل عام كده تفتكروا الحتة بتاعت الفلاش باكس دي من تاني علشان هنرجع لها تاني، ولكن في فقرة السلبيات. كمان احنا المسلسل بتاعنا كان متأثر بمسلسل تاني بشكل كبير جدا وهو مسلسل ذا جود دكتور. النقطة دي بالذات أنا اتكلمت عنها براحتي قوي في حلقة الانطباعات، وملخص الكلام عن النقطة دي ان انا ما عنديش مانع خالص ان انا اشوف عمل بيقتبس من عمل تاني، ولكن ده ما يمنعش ان انا كنت احبذ ان انا اشوف تغييرات شوية او تجديدات على القصة، او بمعنى اصح يعني اشوف اضافات جديدة، اضافات تخلي العمل متميز اكتر مش مجرد عمل مقتبس. وبشكل ما او باخر الكلام ده حصل عندنا هنا في المسلسل، حصل بسبب الستايل الاخراجي المتميز وبسبب اختيارات الاغاني والموسيقى الرائعة، بالاضافة لبعض الاختيارات اللي موجودة في الكاست بتاعنا وشخصياتهم واداءاتهم المتميزة اللي قدموها هنا. ولكن الكلام ده كله ما يمنعش ان مستوى التجديد اللي كان موجود ما كانش كافي، او ممكن نقول ان هو ما كانش على المستوى اللي كنت متوقعه، ويمكن بالذات من ناحية التركيز على جانب المحاماة، لان دي تعتبر نقطة الاختلاف الرئيسية ما بين المسلسلين. لو انت ما فهمتش كلامي بشكل كامل في النقطة دي ممكن تبقى ترجع تبص على حلقة الانطباعات من تاني وهتفهم كل حاجة، وعشان ما تدخش عليها هسيبها لك في حرف الاي اللي بيطلع هنا. وعلى ذكر الستايل الاخراجي المتميز اللي اتكلمنا عنه من شوية، فده كان من اكتر الحاجات اللي حبيتها هنا في المسلسل، لان اولا طريقة سرد
الفلاش باكس كانت متميزة جدا على المستوى البصري، فيها شوية تجديد حلوين بالذات من ناحية اختيار طريقة العرض، كمان اختيارات الأغاني واختيار إنها تبقى تقريبا مدمجة في أكتر من 90% من الأحداث كان من ضمن الحاجات اللي عجبتني جدا هنا في المسلسل. ومش بس اختيارات الأغاني اللي عجبتني، لا ده طريقة دمجها كمان مع غالبية الأحداث كانت رائعة. ولكن ده ما يمنعش إن في بعض الأوقات حسيت إن الستايل الإخراجي باختيارات الأغاني باختيارات طريقة المونتاج كان محتاج يقل شوية في بعض الأوقات، بالذات في بعض الحلقات اللي في منتصف أحداث المسلسل. برضه أنا حبيت جدا اختيار بعض الكادرات اللي كانت بتعكس وحدة الشخصية الرئيسية بتاعتنا، أو بمعنى أصح المسلسل كان بيستخدم بعض الكادرات علشان يحكي لك حكاية معينة، عشان يقول لك إن الشخصية الرئيسية بتاعتنا عايشة في عالم تاني بتاع الشخصية دي لوحدها وبس. عشان كده اختيار الكادرات دي بالنسبة لنا كان شيء أكتر من رائع. وبرضه عايز أعرفكم إن من أكتر الحلقات اللي حبيتها واستمتعت بيها هنا في المسلسل كانوا آخر حلقتين في المسلسل، وده يعتبر لأن أحداث آخر حلقتين يعتبروا أكتر أحداث ادت بعد زيادة أو عمق زيادة شوية لشخصية نديم. ده غير إن الحلقتين دول بيشهدوا أفضل أداء لطه دسوقي على مدار الحلقات كلها. إيجابيات المسلسل بتاعنا ما بتقفش لحد هنا، لأن كان في علاقة من ألطف ما يمكن وأنا حبيتها جدا كانت موجودة عندنا هنا في المسلسل، والعلاقة اللي أنا بتكلم عنها كانت علاقة نديم بعم جميل، واللي هي بصراحة كانت علاقة قمة في اللطافة والجمال. ده غير إن عايز أوضح لكم إن من أكتر الأداءات اللي لفتت نظري هنا في المسلسل كان أداء الفنان نبيل علي ماهر، اللي هو الممثل اللي قام بدور عم جميل. هو فعلا هنا كان مقدم أداء جميل جدا، أداء بسيط مفهوش أي نوع من أنواع الأفوارة، وكان جميل بطريقة غير متوقعة. وعلى ذكر الأداءات بقى فخلونا نبتدي نتكلم كده عن أداءات الكاست بتاعنا كله. أولا عندنا غادة عادل كانت مقدمة أداء رائع هنا في المسلسل. حسن أبو الروس مقدم كاركتر مسخرة، من أكتر الكاركترز والأداءات اللي حبيتها هنا في المسلسل. وبصراحة مش هكدب عليكم لو قلت إن لغاية قبل آخر حلقتين أكتر أداء وأكتر شخصية كانت عجباني في المسلسل كله كان أداء حسن أبو الروس. وركزوا معايا لأن بقول الكلام دون قبل آخر حلقتين. باقي الكاست كله باستثناء طه دسوقي كانوا عاملين أداء كويس، أداء معقول، ما فيهوش حاجة تضايق قوي وما فيهوش حاجة مبهرة، لا هو بصراحة في شوية حاجات تضايق. دلوقتي بقى خلونا ندخل نتكلم عن بطل العمل بتاعنا وهو طه دسوقي، واللي هنا بيقدم أول بطولة مطلقة ليه. أولا كده أنا شايف إن الشخصية اللي كان بيأديها طه دسوقي متأثرة جدا بكل تفاصيلها بشخصية دكتور شون ميرفي، شخصية البطل اللي بيعاني من التوحد اللي موجودة في مسلسل ذا جود دكتور. ولكن المسلسل بتاعنا عنده نقطتين هنا ممكن يبقوا في صالحه أكتر شوية من مسلسل ذا جود دكتور، والنقطتين دول يتلخصوا في كلمتين وهما طه دسوقي. أولا لأن طه دسوقي عنده الحضور والقبول والكاريزما اللي أكتر بكتير من اللي عند فريدي هايمور اللي هو بطل مسلسل ذا جود دكتور. وثانيا لأنه بالتأكيد ممثل أفضل منه بكتير. فدول نقطتين كده كده جايين في صالح المسلسل بتاعنا لأنه بس اختار في دور البطولة طه دسوقي. ولكن هل الشخصية اللي كان بيقدمها طه دسوقي هنا فيها أي نوع من أنواع التحديات؟ من وجهة نظر أنا لا. أنا عن نفسي وأنا بتفرج على المسلسل وصولا لغاية الحلقة الثامنة ما كنتش شايف أي تحديات تمثيلية صعبة على أي ممثل شاطر. ولو أنتم ما تعرفوش رأيي في الموضوع ده فأنا شايف إن طه دسوقي ممثل شاطر جدا وموهوب جدا. ففي كلا الأحوال من وجهة نظر أنا عارف إن هو هيقدم شخصية زي دي بطريقة كويسة، ولكن أنا كنت منتظر إن الشخصية يكون فيها نوع من أنواع التحديات اللي تخلي الموضوع صعب. وزي ما قلت لكم مع وصلنا لغاية الحلقة الثامنة ده ما كانش ظاهر قدامي. ويمكن إلى حد ما برضو كنت متفاجئ من بعض ردود الأفعال اللي فيها شوية أفوارة بسبب أداء طه دسوقي. ولكن مع وصلنا لآخر حلقتين الموضوع بيختلف شوية، لأن آخر حلقتين فعلا يقدروا يثبتوا لأي حد إن طه دسوقي فعلا ممثل شاطر، لأن دول من وجهة نظري الحلقتين اللي فيهم التحديات كلها. يمكن مش الحلقتين كاملين ولكن ممكن نقول من قرب نهاية الحلقة التاسعة مرورا بالحلقة العاشرة كلها، لأن الحاجات اللي طه دسوقي قدر إن هو يوصلها لكل مشاهد كان بيتفرج على الحلقتين دول بالذات هي الحاجات اللي المسلسل كان محتاج شخصية نديم إنها توصلها للمشاهد، لأنه فعلا نقل لي كل حاجة الشخصية دي كانت بتمر بيها في الحلقتين دول، ونقلها بطريقة أكتر من رائعة. أنا أكاد أجزم إنه في مشهد واحد كان بيمثل بعينيه بس، وده شيء خرافي إن في ممثل في الأصل كان كوميديان وفي أول بطولة مطلقة يقدم مشهد زي اللي في دماغي. أنا بس مش عايز أحرقه لكم دلوقتي، ولكن إحنا 100% هنرجع للنقطة دي تاني، ولكن بالتأكيد لما نرجع للنقطة دي تاني هنرجع لها في فقرة الحرق عشان مش عايز أبوظ تجربة المشاهدة على أي حد لسه ما شافش المسلسل. ولكن بشكل سريع هو عمل أداء خرافي. ندخل بقى على بعض الحاجات اللي ما عجبتنيش. أحيانا بيكون في مبالغة في وصف بعض الشخصيات، كمان لغاية آخر لحظة أنا مش فاهم إيه هو مبرر أو دافع تصرفات شخصية رام الله، ودي نقطة إحنا مش هنحتاج نرجع لها تاني في فقرة الحرق لأن أنتوا أكيد فاهمين أنا بتكلم على إيه. كمان مشاهد الفلاش باكس اللي عندنا ما حسيتش إن ليها تأثير كبير قوي على الأحداث، أو بمعنى أصح ما حسيتش إنها استغلت أفضل استغلال. يمكن أفضل
افضل فلاش باك بالنسبه لي واللي تم استخدامه في توقيت مناسب جدا وبطريقه مناسبه جدا كمان، وهو الفلاش باك اللي كان موجود في بدايه الحلقه التاسعه. هو انا اي نعم كنت عايز الفلاش باكس تستخدم بطريقه افضل من كده، ولكن ده ما يمنعش ان كان في حاجه عجبتني جدا في طريقه استخدامها، وده لانه كان بيتم استخدام الفلاش باكس في انها تبقى نوع من انواع الفورشادوينج الحاجه هتحصل، والحاجه اللي هتحصل دي في الغالب الشخصيه الرئيسيه بتاعتنا مرت بحاجه مشابهه ليها زمان. فالموضوع ده عجبني ولكن ده ما يمنعش ان كان ممكن نستخدم الفلاش باكس دي بطريقه افضل، خصوصا ان كان فيها تفاصيل كتير كويسه جدا، ولكن ما حسيتش ان تم استغلال التفاصيل اللي اتقدمت في الفلاش باكس دي بافضل طريقه. كمان جانب المحاماه بتاع المسلسل بكل تفاصيله بكل شخصياته بتفاصيل القضايا كلها على بعض للاسف من وجهه نظري ما كانتش في افضل احوالها. بالنسبه لموضوع الشخصيات اللي كانت موجوده في الجانب بتاع المحاماه بتاع المسلسل، فاعتقد ان انا ما كنتش مستمتع بالجانب ده، لان المسلسل ما ركزش على كل الشخصيات بالتساوي. بالعكس احنا المسلسل بتاعنا صب اهتمامه على شويه شخصيات والباقي المسلسل تقريبا اهملهم بشكل شبه كامل. ده غير ان بصراحه كده كتير من الممثلين اللي كانوا موجودين في الجانب بتاع المحاماه ما كانوش الأقوى. ملخص الكلام ده كله إن أنا حبيت المسلسل بتاعنا هنا جدا، ولكن ده ما يمنعش إن كان في شوية حاجات كانت محتاجة تتحسن، وكان ممكن نستغل حاجات كتيرة تانية أو عناصر كتيرة تانية عندنا هنا في المسلسل بطريقة أفضل. ومش بتكلم على الفلاش باكس وبس، كان نفسي أشوف كمان في المسلسل بتاعنا تحديات أكتر من كده شوية لطه دسوقي، ولكن بشكل عام كأول بطولة مطلقة ليه فأنا شايف إن هو عمل شغل رائع بالذات في آخر حلقتين من المسلسل. فعشان الكلام ده كله وكل الكلام التاني اللي احنا قلناه في الريفيو كلها من الأول، فأنا تقييم النهائي لمسلسل حالة خاصة هو 8 من 10. طبعا اتمنى ان الحلقة بتاعتنا تكون عجبتكم، وكالمعتاد ما تنسوش لو انتوا ناس لسه ما اتفرجتش على المسلسل انصحكم ان انتوا تقفلوا الحلقة بتاعتنا قبل الصفار علشان هنبتدي فقرة الحرق. ليه من وجهة نظري في آخر حلقتين أداء طه دسوقي كان يعتبر أفضل أداء قدمه على مدار ال10 حلقات كلها. في آخر حلقتين وبالذات قرب نهاية الحلقة التاسعة عم جميل بيتوفى، وعشان نفهم حجم الموضوع دون ونفهم مدى تأثيره على شخصية نديم لازم نرجع لورا حبتين، نرجع للفلاش باك اللي اتقدم في توقيت مناسب جدا في بداية الحلقة التاسعة والتفاصيل معينة في كلام نديم لما بيجي يتكلم عن عم جميل. أولا هو لما بيجي يتكلم عن أي حد ما بيتكلمش عن أي حد غير جميل وأمه. ثانيا هو على طول بيقول إن جميل دون هو صاحبه الوحيد. ثالثا بقى ركز على علاقة نديم بجميل على مدار حلقات المسلسل كلها. رابعا ارجع بص على الفلاش باك اللي بيوري لنا إن تقريبا أول مرة نديم يقابل عم جميل كان وهو عيل صغير، كان ساعتها تقريبا طفل عمره لا يتعدى 8 أو 9 سنين، وكان برضو زي ما شفنا ساعتها في الفلاش باك كان طفل وحيد ما عندوش اخوات، وغالبية العيال في المدرسة بيتريقوا عليه ومش عايزين يصاحبوه. ومن مدى تطور العلاقة اللي احنا بنشوفها ما بين جميل ونديم بنعرف ان الموضوع بالنسبة لنديم حاجة كبيرة قوي، لان واضح من كل الاحداث ومن كل الحوارات ومن طريقة وصفه لعلاقتهم ان تقريبا نديم دون اكتر اتنين كان بيحبهم وواثق فيهم وعارف ان هم بيحبوه قوي قوي قوي. كانت امه اللي توفت تقريبا وهو عيل صغير بس انا مش فاكر التفصيلة دي قوي بالظبط، وكان جميل اللي قبله وهو طفل صغير عمره لا يتعدى 9 سنين. فتخيل اصلا كده ان هو بني ادم وحيد عايش طول حياته من غير اصدقاء، وفجأة فقد اخر واحد من اكتر اتنين كان بيحبهم وبيثق فيهم. ده غير ان برضو مش عايزكم تنسوا ان التوقيت دون في الاحداث كان توقيت مربك جدا بالنسبة لشخصية نديم. اولا لانه عارف ان هو مش هيتعين في مكتب اماني وساعتها ما كانش عارف هيعمل ايه، وثانيا لانه معجب برام الله وهي في التوقيت دون بتكون خلاص حصلت على الاقامة، وبالتالي هي ساعتها بتبتدي تطلب منه الطلاق لان سبب جوازهم الوحيد خلاص خلص. فكل الحاجات دي ان كانت بتحصل له من الماضي او بتحصل له دلوقتي تخليه مش في افضل احواله بشكل عام. فاضيف على ده كمان ان الانسان الوحيد اللي باقيله بيحبه وبيثق فيه يتوفى. انت متخيل هو هتبقى حالته النفسيه عامله ازاي في التوقيت ده؟ اكيد هيبقى قلقان ومرتبك، واكيد هيبقى جواه قدر مش قليل خالص من الحزن، واكيد حاجات تانية كتير قوي مش سهله ان احنا نعبر عنها بشويه كلام. فعشان كده بقى احنا عايزين نرجع نبص على المشهد بتاعه في الحلقه التاسعة في الاخر، في اللحظه اللي عم جميل فيها نزل راسه ونديم بدأ يفهم ان هو مات. نظرات واداء طه دسوقي في المشهد دون كانت حاجه مش طبيعيه. انا فعلا من شويه النظرات دي وصل لي كل حاجه الشخصيه بتمر بيها. بشويه النظرات دول هو عرفني قد ايه هو كان بيحب عم جميل، وعرفني برضو هو قد ايه حزين على فراقه، ووصل لي برضو قد ايه هو مرتبك وقلقان ومش عارف يعمل ايه، او على الاقل للوهله الاولى ما كانش عارف هيتصرف ازاي. حرفيا صاحبه الوحيد واكتر واحد بيثق فيه خلاص ما بقاش موجود. كل الكلام دون وصلني من نظرات. وعارفين الاجمل والاجمل كمان كان ايه؟ ان طه دسوقي عرف يوصل لي الكلام ده كله من غير ما يكسر الشخصيه
بتاعته، ومن غير كمان ما يضطر يأفور في الأداء، لا أفور بحركات ولا أفور برياكشنات ولا قعد يصوت ويزعق، بالعكس استخدم عينيه وبس. ودي حاجة من أكتر الحاجات اللي بحبها، لأن ده بيوضح إن إحنا قدام ممثل هنا متمكن جدا من كل أدواته. وعلى فكرة الموضوع ما بيقفش على الحلقة التاسعة، لا، في أوقات كتيرة برضه من الحلقة العاشرة بيوضح لنا إن هو لسه متضايق، وبيعملها بنفس الطريقة من غير كلام كتير، من غير زعيق، من غير افوره، لا في اداء ولا في حركه ولا في رياكشنات، كلها بيعملها بعينه. وحتى لما بيحاول يعزز الموضوع شويه بيعمل بعض الرياكشنات البسيطه بوشه، وفعلا مفيش ولا مره كمان وهو بيعمل الكلام ده كله تحسه خرج بره طبيعه الشخصيه بتاعته او بيعمل حاجه مش منطق الشخصيه دي تعملها. بالعكس كل حاجه كانت مظبوطه بالشعره. عشان كده انا كنت حابب الحلقتين الاخرانيين قوي، لان احنا دلوقتي فعلا ركزنا على شخصيه نديم، وكمان ركزنا على تاثير عم جميل عليه كان عامل ازاي. بشكل عام احنا فهمنا تأثير الشخصية دي ان كانت بوجودها او بغيابها على شخصية نديم هيبقى عامل ازاي. عشان كده انا حبيت جدا اخر حلقتين، وشايف ان هم افضل حلقتين في المسلسل كله، وشايف برضو ان فيهم افضل اداء من طه دسوقي على مدار ال10 حلقات كلها. موضوع المبالغة في وصف بعض الشخصيات، اولا احنا عندنا محامية اسمها اماني النجار. المحامية دي المفترض انها اهم واكبر محامية في مصر، ومن اول احداث المسلسل ما حلتش ولا قضية بنفسها، حتى قبل ما تقبل دفعة المتدربين اللي كانوا جايين علشان الوظيفة. ساعتها نديم راح وراها وحضر الجلسة بتاعت القضية اللي هي كانت مش عارفة تحلها اصلا، وهو اللي اداها الحل للقضية. ففكرة ان انت تقول لي ان دي اهم واشطر واكبر محامية في مصر كان شيء يعتبر مبالغ فيه شوية. واعتقد ان كفاية كده، احنا تقريبا طولنا قوي. دي كانت كل حاجة عندي عن مسلسل حالة خاصة. طبعا اتمنى ان الحلقة بتاعتنا تكون عجبتكم، واتمنى ان انتوا تكونوا كنتوا قادرين تكملوها لغاية الاخر، لان انا عارف ان ممكن كتير يقع مني لان شكل الحلقة هيطلع طويل قوي. ولكن بشكل عام اللي اتفرج على الحلقة اتمنى انها تكون عجبته. وفي كلا الاحوال ان كنت استمتعت بالحلقة او ما استمتعتش، فانا في كلا الاحوال مستني رايك عنها تحت في الكومنتات. وطبعا كالمعتاد ما تنسوش لو الحلقة بتاعتنا عجبتكم تبقوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وبرضه ما تنسوش زرار الجرس. وطبعا كالمعتاد كان معكم مارو من مارو ريفيوز، واشوفكم الحلقة الجاية. سلام.